مشكله الار تي اكس 4000 هو انه جاي بعد جيل كويس جدا الار تي اكس 3000، وبغض النظر عن مشكله التوافر والتعدين والنقص في التصنيع والسكاليبرز، لانه لازال جيل عظيم جدا والعظمه لله وحده. يمكن بعض الكروت زي ال 3070 تي اي وال 3080 تي اي وال 3090 تي اي ما كانش ليهم صدى او بصمه كبيره زي النسخ النون تي اي منهم، بالاخص ال 3070، الا انها كانت كروت من كروت ناجحه. جاب الاداء بين ال 4000 وال 3000 ما كانتش كبيره بالدرجه، او ما كانش زي ما كان ما بين الار تي اكس 3000 والار تي اكس 2000، بالتالي ما كانش شيء مشجع قوي، بالاخص على مستوى الاداء الخام بدون الدي ال اس اس 3 والفريم جنريشن. بجانب كده ان السعر كان في اسوأ حالاته. في كروت بعينها زي ال 4080 كان غير مرحب بيها، وبعده ال 4070، وما زاد الطين بله ال 4060 وال 4060 تي اي. كل ده كوم، وان كروت الار تي اكس 3000 كانت ولا زالت لحد اللحظه اللي بكلمك فيها متاحه. ده كوم تاني خالص. فانا ليه اجيب الار تي اكس 4000 لما اجيب الار تي اكس 3000؟ وكده كده مش فارقه كتير. وما تخليناش ننسى اي ام دي، اي نعم ملهاش تواجد كبير في الوطن العربي وغير محبذ بيها قصاد العملاق الاخضر انفيديا، بس ده ما يمنعش ان ليها تاثير، وتاثيرها ده خلاك تشوف كروت جديده زي كروت السوبر. ده كان بالمختصر المفيد مشاكل الار تي اكس 4000 ما عدا ال 4090. انا شايف والله ان الكروت كلها كانت لازم تبقى زي ال 4090 كده، في فرق الاداء مش في الاسعار. بس هسالك سؤال، هو لو انفيديا نزلت ال 4000 بنفس سعر ال 3000 بنفس جاب الاداء اللي موجوده، كان هيكون مناسب بالنسبه لك؟ عشان نجاوب على النقطه دي خلينا ناخد حاجه زي ال 4070 سوبر الجديد، النسخه المحسنه والافضل من ال 4070، ونحطها قصاد ال 3070 تي اي، النسخه المحسنه من ال 3070 في المقارنه. وانا هنا هستخدم ال 4070 سوبر في نسخته الايرو من جيجا بايت، نسخه شكلها مميز جدا، ويمكن الميزه الاكبر فيها هو لونها الابيض. موضه اللون الابيض ابتدت تنتشر بشكل كبير، مش بس في الكروت والكولرز والكيسات والبورد، بقى دلوقتي في باورات لونها ابيض، وده خلي بالك كان قليل جدا الفتره اللي فاتت، عشان تعمل سيت اب ابيض في ابيض من الالف للياء. وده اهم حاجه في التجميعات، مش انك ترص مواصفات جنب بعض، انك تعمل سيت اب شكله حلو، لانك بتختار كل قطعه لوحدها. النسخه دي بتيجي بتبريد ممتاز وهادي جدا، لا في صوت طالع من المراوح ولا حتى كويل وايننج سواء وقت الضغط او وقت الايدل. الجي بي يو هنا بيقدر يوصل لدرجه حراره على اعلى ضغط عليه 56 درجه. طبعا الجو البارد اللي عايشين فيه عامل تاثير كبير، بس ده ما يقللش خالص من كفاءه التبريد، لان حتى الجنكشن تمبريتشر كانت 52 درجه، ودي درجه حراره الفي رامز، لان هنا التبريد على الجي بي يو وعلى الفي رام كمان. حجمها مش كبير مع انها بتاخد 2.5 سلوت، او خلينا نقول 3 سلوت من الكيس، بس هتركب في اي كيس بدون اي مشكله سواء كانت اقتصاديه او حتى متوسطه. هجرب ال 4070 سوبر وال 3070 تي اي على التست سيت اب اللي قدامك ده، ويمكن اهم سبب اني اقارن ما بين ال 4070 سوبر وما بين ال 3070 تي اي هو نقطه الام اس ار بي ال 599 دولار اللي الاثنين دولت بيبداوا بيها. لكن الاهم بقى من ده كله هو ان ال 3070 تي اي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها موجود ان ستوك. خليني اوريك شويه صور كده من نيو ايج لكروت ال 3070 تي اي متاحه للبيع اعلى من الام اس ار بي. انت عارف قمه العبث فين؟ في سعر نسخه الفاوندرز اديشن، بتتباع بسعر قريب من سعر ال 4080 سوبر اللي لسه هينزل، فتحس ان في عبط في التسعير، وده بسبب فيضان الكروت اللي ملا السوق كله. تقدر تقول احيانا ان كان من الافضل ان انفيديا تستنى شويه على الار تي اكس 4000، يمكن وقت ما الستوك بتاع ال 3000 يتزحزح من مكانه كان هيكون وضعه احسن شويه. بس لما تيجي تشوف كارتين بنفس السعر على الموقع، اكيد هنا هتنسى نقطه انا مش حابب كروت ال 4000، وهتنسى كمان نقطه ان اصلا سياسه انفيديا مش عجباني من الاول في التسعير، او ان انفيديا ما ادتنيش اللي انا عايزه. انت هنا من غير ما انا اقول لك هتاخد ال 4070 سوبر على ال 3070 تي اي، لانه مش عشان بس هو احدث وعشان الدي ال اس اس 3 والفريم جنريشن، ده عشان فرق الاداء على ال 2 كي على الاداء الخام وصل ل 38%، وعلى ال 1080 بي وصل ل 26%. انا اعتقد انك لو كنت لقيت النتائج دي من الاول خالص في ال 4070 العادي كنت هتبقى راضي عن الار تي اكس 4000. ومعلش يعني حجه الانفليشن كانت هتكون مبلوعه وقتها شويه، يعني 33% فرق متوسط للاداء على كل السيناريوهات، ده رقم كويس جدا قصاد الزياده في السعر هنبلعها. والفرق ده تقدر تشوفه بيكبر لما تشغل حاجه زي الفريم جنريشن مثلا، اللي بتوصل الفروق في الاداء على نفس اللعبه ونفس الاعدادات ل 50% زياده. مشكله بقى الكروت المحسنه انها بتخلينا نقول لما هو في امكانيه اننا نعمل حاجه احسن ليه ما طلعناهاش من الاول؟ خلي بالك ان ال 4070 سوبر برضو كارت فيه مشكله مع الرامات، بتبان في ال 4K بالاخص، اي نعم بتختفي مع الدي ال اس اس عشان الدي ال اس اس بيقفل مميزات الانتي ليزنج، بس ستيل في ناس غير مهتمه بالدي ال اس اس، بالنسبه لهم الاداء الخام اهم بكتير جدا.
انت عارف ليه انفيديا كانت بتقول 4 مرات اسرع ومرتين ونص اسرع وكلام البروباجندا ده؟ مش عشان الالعاب والدي ال اس اس 3 والفريم جنريشن. انفيديا شركه مهتمه في الوقت الحالي بالشغل اكتر من الالعاب، مع انها في البدايه كانت شركه لما تاسست فكرتها كانت عشان تحسن معالجه جرافيكس الالعاب، بس الاهتمام اتغير مع اهتمامات العصر. الاي اي وصناعه المحتوى سيطروا على كل حاجه وبقوا حاجات مهمه جدا. عشان كده لما تشوف نتائج الاداء في برامج صناعه المحتوى هتلاقيها واصله في بعض البرامج ل 50 و70% كمان. دي نسب كبيره تقول لك ان فعلا المعماريه دي متطوره وذات كفاءه، لان استهلاك الطاقه للكارت ده كان 220 واط قصاد 303 واط، يعني نفس السعر في الوقت الحالي، استهلاك طاقه اقل بنسبه 27%، اداء في الالعاب بمتوسط على كل دقات العرض وسيناريوهات الالعاب يوصل ل 40%، وانا بتكلم هنا على السيناريوهات والدقات ككل مش 40% على طول الخط، وكمان احسن في البرامج بنسبه 48% كمتوسط. تقدر تقول كده ان انفيديا نوعا ما كدبتش علينا، بس زي ما تقول كده هم اتكلموا بطريقه غلط او عملوا بروباجندا غلط، فبان ان هو كده. انا لازلت بشوف ان الكروت الجديده كويسه ولكن حظها وحش جدا، زي الار تي اكس 3000 كروت كويسه بس ظروفها ما ساعدتهاش، بس كانت من تسعير واداء في وضع احسن من ال 4000. بس مع تواجد حاجه زي ال 4070 سوبر ما اعتقدش ان ال 3070 تي اي دلوقتي بقى خلينا نقول اختيار احسن. الجيل الجديد بقى سعره خلينا نقول موازي، 4070 سوبر قصاد ال 3070 تي اي، وده حقيقي بالاخص دلوقتي زي ما شفنا محدش هيشتري الكروت القديمه على الجديده. ال 4070 سوبر كارت كويس وكارت يستحق الاقتناء، يجي بعد ال 4090 على طول كده في الكروت اللي تستحق الاقتناء. واللي ما كانش مقتنع بال 4070 اعتقد ان الكارت الجديد ده جاي يصالحك، بس مش هنعمم كل الكلام ده على كروت السوبر كلها. المفروض ان ال 4070 تي اي ينزل في خلال الاسبوع اللي جاي، فاتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومفعل جرس الاشعارات عشان لما نيجي نجربه او لو لينا فرصه ان احنا نجربه شرفنا بالمشاهده واللايك الجميل ورايك السديد تحت في التعليقات. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.